رياضه وبشكل كبير جدا. فارجو ان انت تكون يعني استشفيت حاجه لو بتتفرج معانا على الهوا، وخدت من بعض الكلام اللي اتكلمه كابتن احمد وعن المدربين اللي بتسافر بره وبتجيب شهادات وبتشتغل بيها بشكل كبير جدا، وللاسف التواجد بتاعهم هنا او شايفه الكره المصريه ماشيه في مسار غير صحيح. أنا طبعا سمعت البرنامج من أوله، طبعا سمعت كلام الكابتن أحمد، كلام محترم جدا. وطبعا أنا طبعا الكابتن أحمد برضه عشان يعرف أنا بقالي 25 سنة و30 سنة في الإمارات. خدت كل طبعا الدورات التدريبية الخاصة بحراسة المرمى والرخص اللي لسه في مصر هنا بيفكروا يعملوها، مش عارف يعملوها امتى يعني. اللي هي الايه صح، لسه بنتكلم عليها يا كابتن دلوقتي حالا صح. ودي برضه من ضمن الحاجات اللي الصعوبات اللي كانت بتواجهنا هنا. لا لسه لما نزلت برضه يا كابتن احمد هنا مصر، هنا كان عندي برضه برنامج لتطوير حراس المرمى، وللاسف برضه ما لقاش برضه المردود يعني المردود من جميع الجهات يعني. تمام. ودي برضه مشكله او مشكله لاي حد بيبقى عايش بره مصر صراحه يعني. بالظبط. واخد بالك، عندنا المؤهلات، عندنا حاجات كتيره جدا ممكن نقدمها للرياضه المصريه. عندنا امكانيات، عندنا الماده العلميه اللي ممكن نقدمها لتطوير مركز حراسه المرمى. الحمد لله رب العالمين. الكابتن برضه احمد بيتكلم في نقطه كويسه جدا عن الاستثمار، ازاي احنا نستثمر، ازاي احنا حته الاستثمار ازاي احنا نطبقها بشكل احترافي. كل الامور دي الناس هنا في مصر واخداها الشكل المادي فقط. احنا ان شاء الله في الفتره اللي جايه انا برضه واخد قطاع برضه كده استثماري وكده يعني، بس غير الاستثمار اللي بيطبق حاليا في مصر يعني في خبر حصري لينا يعني يا كابتن سيد هيبقى فيه ان شاء الله. خبر حصري ليكم يعني. هنعلن امتى يعني ان شاء الله؟ هتعلن احنا عاملين يا كابتن، عاملين اختبارات على في مستوى مصر كلها، كل المحافظات. اختبارات بالمجان، ما فيش لعيب بيدفع جنيه. طب احنا هنقدر نقول اسم النادي ولا مش دلوقتي؟ لا مش دلوقتي. مش دلوقتي ها؟ في معاكم اعلامي ولا ما فيش؟ فان شاء الله في الفتره اللي جايه باذن الله هتكون مفاجاه كويسه. في معاكم اعلامي ولا ما فيش يا كابتن سيد؟ ما اقدرش استغنى عنك طبعا. حبيبي يا كابتن سيد. انت عارف يعني. حبيبي موافق انت حد جميل وحد محترم يا كابتن حاتم، وانا اتشرفت بيك طبعا، واشتغلنا مع بعض في الامارات وعملنا شغل كويس جدا. حبيبي يا كابتن. مع نادي الشباب المستقبل، والحمد لله كنت من ضمن الناس اللي حطت النادي في حته ومكانه كويسه يعني. حبيبي يا كابتن سيد، وطبعا مداخلتك محترمه جدا وكبيره جدا، وكفايه تأييدك للكابتن احمد بشكل كبير وعلى البرنامج ده. لسه كمان عايزك بعد المداخله تسمع، لان الموضوع كبير جدا جدا، وزي ما انت جايب برامج كتيره قوي قوي محطوطه في الدولاب عندك كابتن احمد، برامج كتير جدا، وللاسف الشديد مش قادرين نستغل النماذج المحترمه دي. بشكرك طبعا كابتن سيد الخولي على مداخلتك معانا، شكرا جزيلا.